الجوائز الحسام في استقبال شهر رمضان. الجائزة الأولى قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الجائزة الثانية قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الجائزة الثالثة قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. الجائزة الرابعة قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. الجائزة الخامسة قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الجائزة السادسة قال صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة فأكثروا يا أخواني من قراءة القرآن في هذا الشهر. الجائزة السابعة قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فتحروها في العشر الأواخر. الجائزة الثامنة قال صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة فاحرص أن تقوم مع الإمام من أول الصلاة حتى تنتهي الصلاة. الجائزة التاسعة قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون. الجائزة العاشرة قال صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال حجة معي. فشهر رمضان شهر تقال فيه العثرات، تجاب فيه الدعوات، ترفع فيه الدرجات، تضاعف فيه الحسنات، تمحى فيه السيئات. فاستغلوا هذا الشهر، فإن ربي جل وعلا قد قال: أيام معدودات. فوالله يا أخواني، تعرف من المحروم في هذا الشهر؟ المحروم في هذا الشهر الذي يدخل رمضان ويخرج رمضان وهو لم يتغير ولم يتوب ولم يصلح العلاقة مع الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الفائزين في هذا الشهر، المقبولين العتقى من النار. اللهم يا ربي إني أسألك في هذه الساعة المباركة أن تبلغني وأخواني قيام ليلة القدر، وأن تجعلني وأخواني من قامها إيمانا واحتسابا. ويا ربي اغفر لإخوانا صاموا معنا سنوات مضت هم الآن في القبور، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، وارحمهم وتجاوز عنا وعنهم، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه.